بعد الوصفة دي مش هتحتاجي تدوري على طريقة كفتة فراخ تاني. يلا بينا نبتدي على المكونات على طول. انا معايا هنا دي صدور فراخ انا فرمها ناعم قوي في الكبة، ناعمة جدا. والشين انا معايا هنا ده بصل فرماه في الكبة، خضرة تخرطيه تخريط صغنن كده، التوابل ملح فلفل بابريكا توم باودر، بقسماط. تعجني كويس جدا المكونات كلها في بعضها. وصفة غدا بسيطة واقتصادية ومش مكلفة. انا هنا خلاص عجنتها كلها مع بعضها، المكونات كلها. دي صينية انت بتحطي فيها قطعة زبدة او قطعة سمنة. انت هنا بتجيبي سيخ معايا بتصبعي الكفتة. طبعا الكفتة استحالة تفك منك بالطريقة دي. احنا لا احنا ضايفين مكونات كتير عليها ولا بيض ولا المكونات اللي بتنضاف كتير ولا توابل كتيرة. احنا بنعمل اكلة اقتصادية، الطعم ولا اروع. فانتي بس السر افرمي الكفتة الصدور الفراخ او الوراك سواء ده او ده، افرميها كويس جدا في الكبة. الخضرة طبعا بتديها طعم جميل جدا ومميز جدا. جربي الطريقة دي وبإذن الله هتدعيلي. وبتدخليها الفرن. انا كده طلعتها من الفرن خلاص. بتدخليها الفرن، بتستوي ما بتاخدش اي حاجة في الفرن. ممكن كمان تعمليها على الجريل على البوتاجاز، بتحطي قطعة سمنة وتشوحيها على الجريل، تقلبيها كده على الجريل. طبعا بتستوي ما بتاخدش اي حاجة. اتفرجوا بقى على الجمال، الجمال طعامة جمال، طراوة ريحة كفتة ولا اروع. مفيش اروع من كده، اقتصادية جدا. صدر فرخة واحد، صدر فرخة واحد تطلع معاكي الكمية دي كلها. جربيها وبإذن الله هتعجبك. ولو وصلتي بقى لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك لو استفدتي، واشتراك عشان ما يفوتكيش كل جديد.